تخيل معايا إن قدامك جبل شايفه عالي جدا، وانت واقف في منطقة سهلة وشايف القمة، وفجأة بتسمع صوت جواك يقولك مش هتعرف، ده صعب قوي، ده مستحيل. بس لحظة كده، مين قال الكلام ده؟ أهلا بيكم، أنا نرمين حكيم وده بودكاست قلم حبر، والموسم الثالث بنواجه فيه أفكارنا القديمة، بنكسرها زي ما بنكسر القيود. النهاردة عندنا حلقة خاصة جدا، وعنوانها هو السؤال نفسه: مين قال إن التغيير صعب؟ هل فعلا التغيير صعب؟ ولا إحنا اللي خايفين من المجهول؟ هل التغيير محتاج معجزة؟ ولا محتاج خطوة واحدة بس ناخدها النهاردة؟ في الحلقة دي هنفكك شفرة التغيير، هنعرف ليه بنحس مستحيل مع إننا بنتغير كل يوم من غير ما نحس، وهنكتشف إن التغيير مش جبل، التغيير طريق، وأول خطوة فيه هي إننا نصدق إننا نقدر. يلا بينا نبدأ. يلا خد معايا دقيقة كده. مين قال إن التغيير صعب؟ لحظة بس، هو فعلا حد قالها؟ لأ طبعا، إحنا اللي سمعنا كلمة تغيير وتخيلنا على طول إننا هنطلع جبال وهنعدي أنهار وهنخوض معارك، مش كده صح؟ إيه رأيكم نبدأ برحلة صغيرة؟ نرجع شوية لورا، شوية كمان، أيوة كده. استني عندك بقى، أيوة هنا بالظبط، أيام المدرسة. تخيل معايا طفل صغير قدامه واجب رياضيات صعب، أول مرة يشوف المسألة دي هيردد كلمة صعب، هيتلكك. اليوم التاني هيحاول تاني وهيفهم خطوة بسيطة، وفي الأسبوع اللي بعده هيبقى عارف يحل مسائل أعمق منها. مين قاله إن التغيير صعب؟ هو اللي قالها لنفسه أول مرة، لحد ما اكتشف إن الصعب ده كان مجرد مجهول بالنسبة له. اللي عايزة أقوله النهاردة إن التغيير مش صعب، التغيير مجهول، وخوفنا من المجهول ده طبيعي جدا، بس مش حكم نهائي، ده مجرد إحساس في البداية، زي الخوف من المية قبل ما تتعلم السباحة. كل واحد فينا جواه نسخة مننا قدرنا نغيرها قبل كده من غير ما نحس. نسخة اتعلمت تكتب، نسخة اتعلمت تمشي، نسخة اتعلمت تفتح قلبها لشخص جديد بعد ألم قديم. ده تغيير برضو، بس وقتها ما كناش بنقول التغيير صعب، كنا بنقول عايزة اتعلم. فكك من كلمة صعب وخد معايا 3 حقايق هنسأل عليها. مين قال؟ الحقيقة الأولى، مين قال إن التغيير لازم يكون مرة واحدة؟ محدش قال. ده كان وهم التغيير الحقيقي، بيجي خطوة خطوة، من خطوة صغيرة متكررة كل يوم، من خيار بسيط جدا بتعمله كل يوم. النجاح مش لحظة انفجار، النجاح احنا بنبنيه خطوة خطوة. فخلي خطواتك النهاردة هي أساس التغيير الكبير بكرة. الحقيقة التانية، مين قال إنك لو فشلت مرة يبقى التغيير مش ليك؟ محدش قال. الفشل جزء من السكة، مش نهاية الطريق. كل محاولة فاشلة بتبقى درس مش عقاب. تخيل معايا كده، لو طفل لما بيقع وهو بيتعلم المشي فبيقرر ما يكملش، عمره ما كان هيقف على رجليه، صح؟ الحقيقة التالتة والأهم، مين قال إنك محتاج إذن من غيرك عشان تتغير؟ محدش قال. التغيير الحقيقي بيبدأ لما تقرر من جواك، من غير ما تستنى حد يخونك أو يشجعك. أول ما تقول لنفسك كفاية وانت تستاهل الأحسن، هتلاقي الطريق بيفتح قدامك خطوة خطوة. اعرف إن في أوقات بنحس فيها إن الجبال قدامنا، إن روتين خانقنا، إن العادات القديمة بقينا أسير ليها، لكن صدقوني الجبل ده أول ما تبدأ تسيره هتلاقي فيه ممرات، وأول ما تاخد خطوة هتلاقي اللي بعدها أسهل. إحنا في سلسلة مين قال
بنكسر الأفكار اللي ورثناها من غير ما نسأل. مين قال إن عمرك صغير عشان تحقق حلم؟ مين قال إن ظروفك مستحيل تتغير؟ والنهاردة مين قال إن التغيير صعب؟ التغيير مش صعب، التغيير اختيار إنك تفضل مكانك أو تاخد خطوة. مش مهم حجم الخطوة اللي انت هتاخدها، المهم إنك تاخد القرار إنك تتحرك. خليك انت اللي تقول لنفسك النهاردة، وكل اللي بيسمعني يكتب لي في الكومنتات: أنا قادر، أنا هبدأ، أنا هحاول. وأنا هكون أول واحدة تكتب في الكومنتات: أنا قادرة، أنا هبدأ، أنا هحاول. هستناكوا انتوا كمان. وما تنساش تسأل نفسك: مين قال إني مقدرش؟ لو في حاجة في قلبك حابب تغيرها، ابدأ. لو حسيت بالتحدي، افتكر إن التغيرات الكبيرة في الدنيا ابتدت بشجاعة شخص قرر يجاوب على السؤال: مين قال؟ اسأل، شك، واتحرك. اسأل، شك، واتحرك. شكرا لوجودكم معايا النهاردة، وتابعوني في الحلقات الجاية من سلسلة مين قال، وهنكمل فيها حيلة كسر القيود. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش تشاركوا الحلقة دي مع حد تعرفوه ممكن يكون محتاج يسمع الكلام ده. أنا نرمين حكيم، وده بودكاست قلم حبر. ما تنسوش لايك وشير الحلقة وكومنت تشجيع منكم.